تفتكر ايه احسن نوع تمر ممكن تجيبه وتفطر بيه في رمضان؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معاكم احمد سعد. مع اقتراب رمضان ومع حب الناس للتمر، التمر في رمضان زي المية في الصيف. من اكتر الحاجات اللي انا بحب دايما اكلها او اللي مرتبط بيها دايما شهر رمضان هو التمر. ليه بقى؟ لان رقم واحد هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تفطر بعدد فردي من التمر، 3 او 5 او 7. وانا بصراحة لما باجي افطر بفطر على التمر بلبن، شوية تمر بلبن كده هيسدوا معاك بطنك تماما. اللبن بيبقى ساقع كده بينعشك. وتاني حاجه لما تاكل تمر فانت بالتالي في الصيام او ساعه الصيام مش هتحس بعطش كتير قوي. التمر من الحاجات المفيده جدا والمهمه جدا اللي هتساعدك في شهر رمضان. عشان كده احنا النهارده معانا مقارنه بين شويه انواع كده من التمور، هنجربهم ونشوف اسعارهم ونشوف اسعار التمر عامله ايه السنه دي في رمضان 2020 وايه الفروقات اللي ما بينهم. بدون رغي كتير خلينا نتعرف على انواع التمر اللي معانا النهارده. اول نوع انا لقيته هو تمور الجنيدي. توليدو، مش عارف ده ايه علاقته بتوليدو التونه والحاجات اللي جربناها قبل كده. وماركه اسمها تمور الرشيديه، تمور الوادي، نجمه سيوه. واخر نوع معانا هو تمر سيوي اسمه تمر شالي. الحاجات دي كلها انا جايبها من مكان واحد من هايبر وان. انا عارف ان بالنسبه للتمور هنلاقي شركات كتير جدا او مصانع كتير جدا تقدم تمور، غالبا مش هنعرف نغطيهم كلهم، فانا جبت 5 انواع هم اللي قدرت الاقيهم في هايبر وان. ممكن نلاقي بقى في سوبر ماركتات تانية انواع تانية مش عارف، فعاوزكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل في نوع اصلا معين من التمور انتوا بتحبوا تجيبوه كل سنه؟ لان في انواع سايبه دي انا عارفها ولكن كشركات، عشان لو لقينا 5 انواع كمان مثلا ممكن نعمل جزء تاني عنهم. والعبوات كلها حاولت اجيبها حجم واحد ولكن هي متفاوته شويه، ففي الاخر هنحسب برده سعر الكيلو ونشوف مين ارخص تمر في دول. واتمنى تسيب لنا لايك حلو كده من تحت بمناسبه شهر رمضان، يعني كل سنه وانتم طيبين. وما تنساش برده تشترك في القناه عشان ان شاء الله في رمضان هنحاول كده نكتر فيديوهات شويه. وخلينا نبدا في اول نوع تمر معانا. اول نوع معانا خلينا نبدا بنجمه سيوه. ده شكل العلبه اللي هما بيقدموها. اوكي، يعني من اسمها تتوقع ان التمر ده تمر جاي من واحد سيوه، انتاج مصنع نجمه سيوه، انتاج 2020. المفروض ان هو واخد 4 جوائز. ايه بقى الجوائز دي؟ لا 5 جوائز. الحاصل على جوائز خليفه الدولي لنخيل التمر، افضل مصنع وبيت لتعبئه التمور، واخد مركز اول، واخد المركز الثاني في افضل تقنيات مستخدمه، المركز الثالث في افضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها، والمركز الرابع في افضل منتج للتمور العضويه. انت عندك ده كله؟ فده واضح ان هو حاجه فخمه، وايزو، حاصل على شهاده الايزو. العلبه دي 800 جرام وسعرها 20 جنيه. فخلينا نشوف. مع تحيات الحاج بلال. ماشي يا حاج بلال. ده التغليف اللي هما بيقدموه. هو في ورقه هنا اهو. اوكي، وده شكل التمر. ماشي، خلينا ندوق بقى ايه واحده كده. ده شكل التمرايه. وتحس ان التمر فعلا بيتشد كده في ايدك. بسم الله. واحده تانية عشان نعرف نحكم. ذات جود ستاف. التمر ده حجم التمر من التمر الصغير او اللي ايه حجمه يعتبر صغير شويه. طعمه مسكر بس مش مسكر قوي، ودي حاجه بصراحه انا بحبها في التمر. يعني انا ما بحبش التمر اللي هو يجزع كده نفسك. هي طبعا كلها زراعه والتمر ده انا نسيت اقول التمر ده اسمه تمر مجفف. في انواع تانية من التمر بس احنا عاملين المقارنه كلها على حاجات شبه بعض زي ما متعودين. حلو جدا ويستحق بصراحه كل الجوائز اللي هو واخدها دي. واضح كمان من طعمه ان هو مش متخزن بقاله كتير، يعني مش متخزن من سنه مثلا او حاجه. بدايه مبشره. هنخلينا اهو وناخد كوبايه بق ميه كده. وتاني نوع معانا تمور شالي. ده شكل علبه التمر. ايه بقى اللي مكتوب عليها؟ تمر نصف جاف غير مضغوط بالنوى متوسط الحجم. برضه واخده شهاده الايزو وواخده جايزه هنا، المفروض واخده جايزه المركز الثالث. الشركه حاصله على فئه افضل بيت او مصنع لتعبئه التمور العضويه. دي المركز الثالث تقريبا في المهرجان الثاني في سيوه. واضح ان معظم التمور اللي هنا كده واخده جوائز. وتمور شالي دي وزنها 800 جرام وسعرها 17 جنيه. وخليني اقول لكم بعضا من فوائد التمر المكتوبه: خفض نسبه الكوليسترول بالدم، والوقايه من تصلب الشرايين لاحتوائه على البكتين، منع الاصابه بسرطان الامعاء الغليظه، تسهيل مراحل الحمل والولاده والنفاس لاحتوائه على الالياف الجيده والسكريات سريعه الهضم، الوقايه من السموم، علاج لامراض الجهاز الهضمي، علاج لسقوط الشعر واجهاد العين، علاج الحموضه بالمعده. التمر ده نعمه كبيره.
واخد كمان 4 جوائز هنا اهو: جائزة الشيخ خليفة الدولية لأفضل عبوات تعبئة وتغليف، أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور العضوية، أفضل مزارع منتج لتمر الصنف السيوي الصعيدي. جوائز كتير التمر الشالي ده. هو ديزاين مختلف شوية عن الباقي. ده شكل التمر كده، في برضه نفس الورقة كده عشان ايه؟ عشان الشمس وما يلزقش فوق. وده تحسه مغمق شوية عن اللي قبليه بتاع نجمة سيوة. ده شكل التمر كده، حجمها برضو متوسط. بسم الله. احنا ناكل 3 عشان نعرف نحكم كويس. طيب باختصار، التمر نفسه سكره يعتبر كويس جدا، مش برضو اللي بيجزع نفسك قوي، بس تحس ان التمر اللي هنا مستوي شوية عن اللي قبليه، يعني تحس ان هو رطب اكتر. دي حاجة يعني في ناس ممكن تكون بتفضلها شوية. بصراحة برضو يعتبر تمر حلو، وتمر يعتبر مثالي برضو في الفطار، والتمر باللبن. خليه هنا اهو جنب نجمة سيوة. وخلينا ندخل على تالت نوع معانا. وتالت تمر معانا في حلقة اليوم هو تمر اسمه توليدو. انا معرفش مدى علاقته بالتونة، كنا جربنا قبل كده تقريبا توليدو تونة. بريميوم كواليتي، طبعا مش واخد اي جوائز. تعبئة شركة في العبور برعاية شركة الخليج للتمور في دبي. ده شكل العلبة كده، هي المفروض ان هي 620 جرام و10% مجانا، يعني 680 جرام. يعني المفروض ان هي 680 جرام وسعرها 16 جنيه ونص. ده شكل التمر كده. ده اكتر واحد فيهم تحسه مستوي كده او رطب تود يعني شويه. بصوا حتى شكل التمرايه، تحسه تمر نضيف شويه. بسم الله. رغم من شكله ان هو يحيلك ان طعم التمر كده هيبقى تمر يعني طعمه حلو جدا، ولكن لا، يعني حسيت ان طعم التمر هنا ملهوش طعم قوي. تحس ان هو متخزن مثلا بقاله فتره شويه، وما تحسش كده ان هو تمر نضيف. مش عارف يعني، هو بصوا الحاجات دي اذواق برضو. نخلي العلبه دي هنا اهو، وندخل على رابع نوع معانا. ورابع نوع معانا النهارده من شركه اسمها تمور الجنيدي او الجنيدي، وهي صنع في مصر. الطعم الاصلي للتمر، واخده الايزو، يستحق الثقة. المصانع في الوادي الجديد والواحات البحرية. والتمر ده 700 جرام وسعره 24 جنيه. ده يعتبر اغلى تمر ممكن معانا النهارده. يا ابني بطاطس ايه بس؟ بطاطس 3 ب10، حد عاوز؟ ده شكله كده نفس الورقة اهي، هنجيبها بعدين. بحس الكرتونة دي يعني الماتيريال بتاعتها مش نظيفة خالص. ده شكل التمراية كده برضو، يعني تحس انها اكبر شوية من الباقي. بسم الله. شوية تمر من هنا، يمكن مثلا ربعهم او تلتهم او نصهم ممكن كمان. التمراية نفسها مش مستوية كويس، يعني بصوا من هنا طرية ومن هنا ناشفة. عاوز اقول لكم ان دي حاجة مؤثرة على الطعم جدا. بس ان التمر نفسه لسه مش مستوي قوي. انا دقت تمر احسن من كده. وهنخليه هنا اهو عشان ندخل على اخر نوع معانا بقى النهارده، وهو تمور الراشديه وتمور الوادي. تمور الوادي وتمور الراشديه، مش عارف يعني هما 2 ولا ايه. 100% تمور مصريه. والعلبه دي 700 جرام وسعرها 18 جنيه 75 قرش. ده شكل التمر كده. دي الوحيده اللي الورقه بتاعتها مغطيه العلبه كلها. بس ان التمر هنا برضو مستوي شويه، رطب بمعنى اصح. حجم التمر هنا يعتبر صغير شويه مقارنه بالباقي. في برضو نفس القصه دي اللي هو نص ونص. بسم الله. هو التمر ده مسكر شويه برضو نسبه الى الباقي، كمان تحس ان هو بيعض كده في بقك، مش
مش طري. حاسس كمان ان طعمه كده اقرب لطعم البلح عن ان هو طعم تمر. يعتبر برده شغال شويه، وهنخليه ان هو جنب اخواته. زي ما قلت لكم انا عارف ان في انواع تمر كتير موجوده في السوق، اكتبوا لنا تحت لو في انواع تانية انتوا بتجربوها. وكده هنكون خلصنا ان احنا ندوق الطعم وكده. خلينا نرتب الاول عن طريق مين الارخص والاغلى، وبعد كده هنرتب عن طريق مين الاحسن بالنسبه لي انا. الاسعار عموما متغيره من مكان لمكان، لو عاوز تعرف متوسط سعر التمور في رمضان 2020 فبعد شويه حسابات كده هتلاقي ان متوسط سعر الكيلو هو 26 جنيه. عشان لو انت نازل تشتري تمر او كده ف 26 جنيه يعتبر المتوسط، فاوطى هيبقى ارخص واعلى هيبقى اغلى. ولكن بالنسبه للخمس انواع اللي معانا النهارده، تمر الجنيدي هو اغلى واحد معانا النهارده، وحسبنا سعر الكيلو لان زي ما قلنا اوزان الحاجات دي مختلفه شويه، فاحنا حسبنا سعر الكيلو ولقينا ان تمور الجنيدي هي اغلى تمر معانا النهارده. يليه تمور الرشيديه الكيلو 26 جنيه 75 قرش، وبعد كده نجمه سيوه الكيلو ب 25 جنيه تقريبا، وبعد كده توليدو في المركز الرابع على الاسعار. وارخص تمر معانا النهارده هو تمور شالي بسعر كيلو 21 جنيه، هو يعتبر رخيص جدا حتى بالنسبه للمتوسط. بالنسبه بقى للطعم وكده فزي ما انتم عارفين الحاجات دي كلها مجرد تجربه شخصيه، ممكن حاجات تعجبني ما تعجبكش، ودي يعني تعتبر اراء خصوصا بقى في موضوع التمر. ولكن انا بقى لو هنزل اشتري تمر تاني عشان رمضان فانا هرشح لكم في المركز الاول، تمور سيوه، ويعتبر برضه هو اللي في النص، دي حاجه كويسه وينفع في التمر بلبن وكده. وبعد كده هنحط تمور شالي بالرغم ان هو ارخص واحد فيهم ولكن برضه طعمه كويس. بعد كده في المركز الثالث هحط تمور الرشيديه، وفي المركز الرابع هحط توليدو. في المركز الاخير واغلى واحد، ودي حاجه بصراحه يعني غريبه شويه، حتى التغليف بتاعه زي ما قلت لكم مش قد كده، هو تمور الجنيدي او الجنيدي. ده ترتيبهم كده بالنسبه للطعم بناء على وجهه نظري انا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو انت بتحب التمر اتمنى اكون افدتك. عاوز اشوف افتكاساتكم في التمر في رمضان تحت في الكومنتات، كل واحد بيفتكس ايه في التمر. انا بصراحه التمر بلبن. لو الفيديو كان عجبك انزل سيب لنا لايك من تحت، ما تنساش برضه تشترك في القناه عشان تشوف المحتوى ده اول باول ان شاء الله. واستنوني فيديوهات اكل كتير الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.